فاكرين الطفل الاسمراني اللي دوخ الارجنتين؟ النهارده بيودع الكوره بس عمره ما هيودع قلوبنا. محمود عبد الرازق شيكابالا. متخيل يا صديقي ان هو وعنده 15 سنه بيسحر قدام الارجنتين وموقف العالم كله يتفرج؟ موهبه مصريه تقدر تقول ان ربنا اختارها مخصوص انها تكون موجوده. شيكا كان دايما الحلم اللي كان كل زملكاوي بيتعلق بيه، بل ولغايه دلوقتي معشوقهم الاول والاخير. مجرد ما كادر الكاميرا يقرب على وشه الجميل كان بيبقى كافي جدا انه يطيرك من الفرحه ويرسم على وشك السعاده كجمهور زملكاوي، في ترقيصه او في فنت او لما يقطم لجوه وانت تبقى عارف ان هو هيقطم بجوه على شماله ويعدل على شماله ويحطها في البعيده، وفعلا في كل مره بيحطها في البعيده وبتكون ما بين الثلاث خشبات وبتيجي جول. هو اللاعب المصري الوحيد اللي بيغني له الجمهور حتى وهو قاعد على الدكه وما نزلش الماتش. شيكابالا هو اللاعب المصري والعربي الوحيد اللي جاله مخصوص الاسطوره البرتغاليه كريستيانو رونالدو لحد عنده وقال له انا عايز التيشيرت بتاعك. شيكابالا اسم لوحده بيقشعر بدن كل زملكاوي، لانه قصه وحكايه للاسف جه وقت نهايتها باعتزاله اللي اعلن عنه من ايام قليله. خبر اعتزال شيكابالا نزل على قلوب الزملكاويه زي الصدمه، لانه في يوم من الايام شال نادي الزمالك بحاله على كتافه وكان لوحده. عمر الجمهور ما شافه بيتاجر بحبه للنادي، كان دايما ابن الزمالك بجد، وشال بطولات مهمه في تاريخ نادي الزمالك ومنتخب مصر، واخر بطولاته مع نادي الزمالك كانت بطوله كاس مصر. شيكابالا اعتزل الكوره؟ يمكن مش هيتكرر ولا هيجي قبله ولا بعده، لانه حاله ومش شبه حد بالنسبه لكل جمهور الزمالك. من شده حب جمهور الزمالك لشيكابالا في طيار زملكاوي اقلع بطياره مكتوب فيها شكرا يا شيكابالا. فلو الطياره اخدتك لبعيد فكل زملكاوي شايلك في قلبه ومش هينسى. مع السلامه يا حريف.